فلسطين هي قضيتنا الوطنية، هي قضيتنا المركزية، وهي بوصلتنا الدائمة حتى هزيمة الاحتلال الصهيوني العنصري البربري الذي يرتكب جريمة حرب موصوفة في حق إخواننا في غزة العزة والصمود وفي كل أرض فلسطين النبية. وإننا من هذا المنبر في اجتماع هيئتنا الموقرة نجدد موقف حزبنا الداعم للقضية الفلسطينية وشرعية المقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني الذي يرتكب محرقة حقيقية على مرأى العالم كله وفي ظل التواطؤ المكشوف بدول الغرب. نؤكد أن ما تقوم به المقاومة الفلسطينية البطلة هو جواب طبيعي ومشروع في مواجهة الاحتلال الفاشل. كما نشيد بمواقف مشرفة لدولتنا لمناصرة كل قضايا الحرية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وباسمكم جميعا نثمن عاليا مواقف السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التي تعبر عن نبض فلسطين والأمة العربية والإسلامية. وفي هذا الظرف الذي تجتاز القضية الفلسطينية والذي تشهد فيه غزة حرب إبادة، هناك في الجهة الأخرى المطبعون مع الكيان الصهيوني الذين نعتبرهم شركاء في جريمة قتل الأطفال والنساء والأبرياء في غزة الصابرة والصليبة.